الفيديو ده للمسيحيين اللي عاملين فيديوهات على السوشيال ميديا وبيحاولوا يستفزوا فيها المسلمين، وبيحاولوا يطلعوا الخنشور اللي في قضية ياسين ان هو بريء. اسمعي او اسمع. لما قضية ياسين انتشرت على السوشيال ميديا، طبعا كلنا مسلمين ومسيحيين، مسلمين ومسيحيين وقفنا جنب ياسين، وناس مسيحيين مشاهير انا اعرفهم كويس جدا عملوا فيديوهات وحملة حق ياسين لازم يرجع. شوف انا باديه معاكم بدايه صح عشان بس التفكير يعني اللي يسمع الفيديو يفهم للاخر. يعني في زي جو موسى وكذا حد عمل فيديوهات لازما حق ياسين يرجع. طيب ايه بقى اللي حصل بعد ما ياسين خد حقه والراجل التاني جاله ازمه قلبيه في المله ودخل المستشفى؟ ايه اللي حصل؟ فجاه فيديوهات نازله على هنا وهناك وهنا وهناك، طب مش عايزه اذكر اسماء برامج تانية، بتقول ان الراجل ده ان هو مظلوم، وان القضاء المصري ظلمه، وان هو ما اعتداش على ياسين، وان ياسين اخواني تبع رابعه، وان هو ده كله خطه معموله عشان يوقعوا المسيحيين. يا ولا يا سلام يا حبيبتي، القضاء المصري ده يعني انقى قضاء، مش هيحكموا عليه غير من غير في حاجه اسمها طب شرعي. حضرتك كشف طب شرعي هيوضح اللي حصل للولا ايه، في حاجه اسمها ادله، في حاجه اسمها مستندات، في حاجه اسمها شهود، في حاجه اسمها حاجات كتير قوي. مفيش حاجه اسمها لو ياسين ده كان مسيحي كان موقفنا هو موقفنا مسيحي مسلم، احنا موقفنا الطفل انسانيه، يعني بني ادم، فكرناش في ديانته تماما. احنا كل اللي فكرنا فيه ان ده طفل حصل له هتك عرض، حصل له من مسلم ولا مسيحي ولا العكس في الناحيتين، احنا مع المجني عليه اينما كان ديانته ايه، مسلم او مسيحي. فهمتي؟ يعني ياسين ده لو كان مسيحي والتاني مسلم كان برضه هو ده موقفنا، كناش هنقف ونقول لك لا ده مظلوم ده، لا لا خالص. طيب في واحده طلعت لك عامله فيديو طلعت تقول ايه، بتقول انت ازاي كنت عارفه ان ابنك بيتعمل فيه كده بقاله سنه وما اتكلمتيش، انت بتفهمي منين؟ طب لف كده عشان افهمك، لو انت مش فاهمه من هنا لف عشان افهمك انت تفهمي من ورا. هي بتقولك ان القضيه بقالها سنه في المحكمه يا بني ادمه، في المحكمه، مش عارفه يعني مش عارفه تعمل حاجه الست كانت لوحدها، فلجأت للسوشيال ميديا عشان الناس يقفوا معاها. طبعا يعني احنا يعني ربنا ثم احنا اللي هم الناس كلها يعني تخلي الناس يعرفوا قصتها. بقالها سنه في المحكمه، وان ياسين حصل له كده هي معرفتش غير الواد حصل له هنا، يعني حصل له كذا يعني كده كذا مره، احنا مش عارفين هي كام مره بس كذا مره. وهي لما عرفت ما سكتتش، اتعرض عليها ذهب واتعرض عليها فلوس. هو لو بريء كان هيعرض عليها ذهب عشان تسكت ليه؟ غير ان طفل صغير هيتبلى عليه ليه؟ هو عارف الكلام ده منين؟ غير ان انت ممكن انت وانا يا رب احفظنا ولادك وولادنا، هتروح تفضح ابنها عشان خاطر تعمل فتنه ابنها؟ فيش في الدنيا اغلى من الضنا. حطي نفسك مكانها، طالعه عاملين حمله ان الراجل ده مظلوم واغاني وهبل، وان دي تبع وصلت تبع رابعه، الواد بيض متصور عامل كده تبع رابعه. رابعه ايه وخمسه ايه؟ احنا نسينا، احنا في مجتمع عايشين مسلم ومسيحي مع بعض بنحب بعض. فيا جماعه الفيديوهات دي اللي بتحاول تعمل فتنه بين المسلمين والمسيحيين اوعوا تمشوا وراها، اوعوا. خلينا دايما كده مترابطين، وخلينا دايما اخوات، مسيحي ومسلم احنا اخوات، احنا جيراننا مسيحيين، في الشغل مسيحيين، في كل مكان مسيحيين ومسلمين بنحب بعض وبنحترم بعض. وفكره المسلم وانا مسيحي ما بتجيش في بالنا اساسا. نرجع ونقول ناس مسيحيين وقفوا جنبنا، وقفوا جنب ياسين، هما وقفوا جنب ياسين عشان مسلم ولا لا؟ هو وقف عشان ياسين لحقه لازم ياخده. يا رب نفهم ونبطل استهبال ونبطل نقوم الدنيا على بعضها. وحطي نفسك كأم، يا رب بعد الشر على ولادي وولادك اللي عامله حمله كبيره قوي عماله تتكلمي ان الراجل الخنشور ده بريء. لو بريء ما كانش ربنا فضحه قدام امه لا اله الا الله.
يا رب نفهم.